قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. كنتمنى جميع المتابعين يكونوا بصحه جيده وعلى احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنشوفوا فيه واحد الخبر هام لجميع التلاميذ والتلميذات. فقبل ما نبداو في تفاصيل الفيديو ما تنساش تعطينا لايك الفيديو باش تشجعنا نستمروا في نشر كل جديد. اذا بلا ما نطول عليكم ندخلوا في تفاصيل الفيديو. فيعني وزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره خرجت بواحد البلاغ صحفي اللي كيهم يعني جميع المواطنين والمواطنات بخصوص الرجوع للساعة القانونية. يعني يوم الأحد، يعني غدا الأحد 23 فبراير، فرخص جميع المواطنين والمواطنات والتلاميذ والتلميذات ينقصوا ساعة من التوقيت، لأنه غادي نرجعوا نخدموا بالتوقيت العادي أو التوقيت القانوني للمملكة. يعني غادي نقصوا من الساعة 60 دقيقة، نقصوا ساعة باش نخدموا بالساعة القديمة. وهذا الشيء جاب بمناسبة شهر رمضان الكريم، لذلك حاولوا تردوا البال وتنقصوا ساعة من التوقيت ديالكم باش يوم الاثنين يعني تلتحقوا بالمؤسسات التعليميه ديالكم في التوقيت الصحيح والتوقيت المناسب. ايضا وزاره الانتقال الرقمي كتقول لكم ان بعد نهايه شهر رمضان الكريم فراه غادي نرجعوا نزيدوا هذه الساعه اللي نقصنا ابتداء من يوم الاحد 6 ابريل 2025. فهذا الشيء اللي كاين. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو فيديو جديد بحول الله.